الاهلي بيتعادل مع انبي بنتيجه 0-0 او بالتعادل السلبي. انا هخش على طول في تقييم اللعيبه. تقييم اللعيبه: حطيت الله 2، وسام 3، سمير محمد 3. على فكره اللاعب ده عنده 21 سنه، وانا بعتبره افضل لاعب بعد وسام ابو علي. انا ما شفتوش لاعب اكتر من ماتش، انا بقول لك في الماتش ده بس. اللاعب عنده 21 سنه، متفوق على كل دول بعد وسام ابو علي. وانت بقى ورايك. انا مش عارف بصراحه هو كولر بيعمل ايه. اداء زفت يعني. انت تخيل ان 3 مواقع مش عارفين يعرفوا التشكيله، مش عارفين يعرفوا تشكيله كولر اللي بيلعب بيها. بص دي اول تشكيله، ودي تاني تشكيله، ودي تالت تشكيله. هبدا يا جماعه. والمشكله بقى واقف لي طول الملعب عمال يعمل لي كده كده. في ايه يا عم؟ نيجي بقى لجماهير النادي الاهلي اللي عندها انتماء اكتر من لعيبه النادي الاهلي حرفيا. بص الناس قاعده على السلم، الجماهير قاعده على السلم، وانت بعد الماتش بتقبض بالملايين، واللي حرفيا انت بتاخدها كانها ترفيه، لعبه ترفيهيه. ده اللي انا شايفه بعيني. نيجي بقى للتصريحات، واول واحد هو كابتن محسن صالح اللي بيقول لك ان ملعب النهارده كان وحش واللعيبه ما كانتش عارفه تعمل مهارات فرديه. اما اللعيبه ازاي كانت بتحاول تجري تعمل حاجه، بس هم مش عارفين عشان هم حرفيا بقى عندهم فقر فني بصراحه. وحرفيا انبي كان بيلعب على شرفهم، بيدافع على شرفهم حرفيا. نيجي بقى لكولر، بيقول لك ان كابتن محمود الخطيب ما كانش راضي يجيب له صفقات. موافق معاك يا كولر والله. تاني حاجه بيقول لك ان اللعيبه ما كانتش مأديه الحاجات اللي انا كنت عايزها، بتسلمهم انت للجماهير. ها واخد بالي؟ ما علينا، ويلا سلام.